صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وما تشوفوا حاجة وحشة في دنيتكم ابدا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جيت اصبح معاكم واشجعكم بيوم النهاردة زي العسل يا حبايب قلبي. زيكم ربنا يخليكم لنا يا رب وما نتحرمش منكم ابدا ومن وجودكم معانا. اتمنى يا حبايبي يومنا يكون خفيف على قلبكم وان شاء الله تتشجعي معايا فيه يا حبيبتي. يوم بسيط وجميل وكله طاقة إيجابية إن شاء الله. ودلوقتي بفرش معاكم الركنة، قلنا نروق الصالة قبل ما نمشي عشان نكون ماشيين الحتة بتبقى نظيفة ورايقة وجميلة. ودلوقتي بفرش معاكم الركن اهو. وبعدين ماما قالت لي يا تغريدة عايزين نخلص شغلنا بدري النهاردة ونروح عند خالتك، لأن خالتك مسافرة النهاردة، خالته بتاعت مصر، فهنقضي معاها اليوم. فأنا أصلا وأنا بروق معاكم الصالة بصور، ماما قالت أنا هروح أجيب سمك، أجيب سمك لنا كلنا، لخالتك ولينا. ودلوقتي بعمل المخدات دي، احنا كنا شايلينها الفيديو اللي فات نغسلها، كنا غسلناها بقى ودلوقتي بفرشها معاكم اهو. ودلوقتي خلصت فرش الركن يا حبايبي، ودلوقتي بقى همسك الصالة اكنسها كنسة حلوة. صالتنا صالة جميلة ومتواضعة ومرتبة، ولازم امشي ايدي فيها كل يوم عشان الصلاة تبقى نضيفة وجميلة، ولو حد جنة تبقى البيت نضيف ورايق كده. ودلوقتي شكل الصلاة بعد ما انا خلصتها يا حبايب قلبي، ماما قالت بقى هنخش نعمل ايه، عندنا بسكوت يا تغرين، نعمل كوبايتين شاي وبسكوت نفطر قبل ما نروح عند خالتك، فطار خفيف كده. وطلعنا البسكوت في الطبق، ما شاء الله جميل تحفة، طعمه كان جميل والله ما شاء الله. ودلوقتي كنا شربنا شاي وكلنا البسكوت بألف هنا. وجوز خالتي كان قايل لي من امبارح يا تغريد هنصحى بدري نروح الأرض نجيب شوية حاجات من الأرض. نجيب ايه؟ نجيب شوية خضرة وشوية سريس وخضار يعني. ودلوقتي واخداكم معايا، شفتوا شكل الأرض ما شاء الله جميلة، لأن عنده الديك الرومي بيبقى يأكلوا برسيم، فقال تعالى نروح نجيب شوية برسيم. فأنا عارفة أرض البرسيم بتاعت صاحبتي، فقلت له أنا عارفة الأرض ورحنا جبنا منها. ما شاء الله شوفوا شكل الأرض. ده كان ابن خالي بقى بيجيب البرسيم. شفتوا شكل الأرض؟ والله اليوم ده ما كنتش عايزة أروح. رحت قبل كده مرة، والمرة التانية ديت بتبسط أول ما بروح هناك، شكل جميل كده وعلى الطبيعة وشمس وما شاء الله الله أكبر، حاجة حلوة كده. ودلوقتي كان ابن خالي جاب البرسيم، ودلوقتي بيحطه في الشكارة، لأن هنروح الأرض التانية دلوقتي ونجيب منها برضو خضرة وحاجات تانية. ما شاء الله الأرض شكلها جميل، في هناك خضرة وكل الخضار وكرنب وكل حاجة، ما شاء الله على الطبيعة، حاجة جميلة كده. مكناش عايزين نروح يوميها، وشمس وما شاء الله الجو هناك جميل. شفت الكرنب ما شاء الله، ده كنا بقى بنجيب. جوز خالتي بقى بيحب ياخد كل حاجة قبل ما يمشي يسافر مصر، بياخد كل حاجة قبل ما يسافر. صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الجمال، صباح الرضا، صباح اللبن الحليب. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، وتفرحوا بعيالكم، ما تشوفوا فيهم حاجة وحشة، ويخليكوا ليا وما تحرمش منكم ابدا يا حبايب قلبي. ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي، تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله شايفين شكل الطبيعة، شايفين الحلاوة، شايفين الجمال. ما شاء الله الأرض شكلها جميل وحاجة تفرح على الصبح كده، وحاجة جميلة ما شاء الله. جوز أختي خد بنتي وصاحبتها وقالوا ايه هنروح الأرض نشم شوية هوا ونشوف الروايح الحلوة ديت، ونجيب شوية ايه برسيم وخضار وسريس وكزبرة. شجرة كريسماس بتزوق كريسماس كده. ودي زهرة من زي أخت عباد الشمس، ودي فجيرة، وده نعناع، وده ريحان، ودي ورد بلدي أهو، ودي ورد بلدي نوع تاني أهو. وإيه تاني يا رب؟ في واحدة تانية أهي. لا خلاص. وبعدين يا حبايبي نزلت السوق الصبح بدري، جبت سمك ليا ولاختي، قلت بقى ايه هنجيب سمك وبسارية. اختي ماشية النهاردة، ربنا يكتب سلامتها يا رب وتروح بالسلامة. قالت انا عايزة سمك عشان اخده معايا. جبت سمك وبغسله معاكم وهجهز الدقة، وهنزل اشوي تحت في الفرن عند اختي الكبيرة. وربنا يخلي اخواتي يا رب ما تحرم منهم ابدا، ويخلي اخواتكم يا حبايبي ما تتحرمش منهم ابدا، ويخلوكوا على وش بعض. السمكة اللي في ايدي دي يا حبايبي ب80، السمكة دي ب80، وفي سمك ب70. ما شاء الله سمكة جميلة وضهريتها تخين ما شاء الله. جبت ليا ولأختي وهنزل اشوي تحت عشان هي مسافرة النهاردة وهتاخده معاها. واديني الوقت بعمل معاكم الدقة. الدقة عبارة عن ايه؟ عن ليمون وطماطماية
وشوية كزبرة وفلفل وتوم وشوية ملح وشوية كمون. انا قايله لكم يا حبايبي قبل كده الدقه اللي انا بعملها ما بحبهاش ناعمه، بحبها ايه تكون خشنه شويه، ما بحبهاش ناعمه خالص. ودي يا حبايبي شكل الدقة معاك. ونزلت تحت ولعت الفرن سخنته عشان ما شاء الله سمك كبير. النهاردة أنا صايمة أول رجب، أول 3 أيام. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب. يا حبايب قلبي لو صوتي متغير معاكم معلش عشان واخدة دور برد، لو كلامي مش واضح معاكم ولا حاجة أنا كنت تعبانة شوية. وما شاء الله بزرق معاكم السمك جنب الولعة، لازم احطه جنب الولعة عشان ايه ياخد ويدي بشكل ودي، وهدى عليه عشان السمكة دي كبيرة. وما شاء الله سمكة مدهنانة وسمكة جميلة. انا لما بنزل السوق ما بجيبش سمكة الا من خلط فضة، السمكة بتاعتها معروفة الله اكبر. خلط فضة دي ما شاء الله، ربنا يا رب يرزقها يا رب. والوقت بقلب السمك لما بلاقيها احمرت بقوم مقلباها وبهدي عليها عشان السمكة دي كبيرة. وما شاء الله دي شكل السمك معانا. وبعد كده اما يطلع هقابله في الدقة. ما شاء الله، ايه رأيكم يا حبايبي؟ والوقت بليت السمك، وبعد ما اخلص هطلع عشان ارص لاختي عشان تسافر. هي كان نفسها تاكل بسارية، انا ما بجيبش البسارية الا البسارية الكبيرة. هي كان نفسها راحة للبسارية، قالت ما بشوفهاش في مصر خالص. وجبتها بس هي صغيرة، بس كان طعمها زي العسل. ما شاء الله. ودي شكل السمك معانا وشكل البسارية، بألف هنا للي كان. وبعد كده اختي خدت حاجتها ومشيت سافرت، وانا خدت السمك بتاعي وروحت غسلت، لقيت شوية رز وغسلتهم معاكم. وبعد كده هعمل حباية سلطة بعد ما اغسل الرز. انا الرز يا جماعة بسيبه يتبل شوية، ما بطبخوش على طول، لازم ابله شوية. وعملت معاكم السلطة وكان يوم جميل. وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علقت لي تعليق حلو، تعليقات جميلة ما شاء الله. ونزلت بالخضرة على السلطة وما شاء الله سلطة جميلة بألف هنا. اخت جوزي اتغدت معانا، ربنا يخليها يا رب ويشفيها. انا لما بعمل سمك بنده لها، ما بيكون عندها اكله حلوه بنده لها عشان هي بتحب السمك. ربنا يخلي اخوات جوزي يا رب ما تحرمش منهم ابدا، ويديهم الصحه، ويخلي جوزي يا رب يرزقه ويوسع رزقه. يا حبايبي المية لما غليت نزلت بالرز، كنت حاطة في الحلة شوية زيت وشوية ملح، ونزلت بالرز وهقلبه حلو. وما شاء الله شرب المية اهو، وبهدي عليه واسيبه يتردد 10 دقايق. وبعد ما تردد جهزت الغدا. ودي كان شكل الاكل النهاردة. ربنا يجعله يا رب يمنى خفيفة على قلبكم يا رب، وما تحرمش منكم من تعليقاتكم الجميلة اللي فرحتني وشجعتني. ودي يا حبايبي شكل الصينية بعد ما حطيت عليها الغدا. ما شاء الله بألف هنا. ايه رأيكم يا حبايبي؟ ربنا يخليكم يا رب. ما تنسوش يا حبايب قلبي الاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان ينزل لك كل جديد. مع السلامة يا حبايبي، مع السلامة، اشوفكم الفيديو الجاي.